أهلا وسهلا ومرحبا، عدنا والعود أحمد، ولا يحلو الكلام إلا بذكر الحبيب محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة لا تعد ولا ترد ولا يعلم بفضائلها أحد. وحشتوني يا بنات في الفيديو من الفيديو اللي فات. إن شاء الله الفيديو ده مليان أفكار بإذن الواحد الأحد، هتستفادوا بإذن الله. أفكار للمنظمات، وأفكار تفريز العجوة، وأفكار لو الولاد جاعوا في نص اليوم. وأهم فكرة فيهم طبعا فكرة سندوتشات المدارس. يا بنات أسهل طريقة تعملي بيها سندوتشات للمدارس. ويلا نصلي ونسلم وبارك على سيدنا محمد كده. وحابة بس أوضح توضيح وأعتذر طبعا، الأسبوع اللي فات كله كان لا يليق بحضراتكم. الفيديوهات كلها ما شاء الله عندي كانت الأسهم لتحت، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فكانت يعني وهذا طبعا لاني انا كنت مقصره. وحتى جيت في الفيديو الاخير وسالتكم وطلبت منكم وقلت لكم ان الامام الشافعي على علو قدره قال لصاحبه لا تغفل عني فاني مكروب. ايه الكرب اللي كان عندي الاسبوع الماضي ده اللي هحكيه لحضراتكم كمان شويه. بس حابة قبل منه أحكي عن شيء لمست أثره. دعاء ساحر يا بنات يكفيكم عولة الهم. عولة الهم بقى زي ما تحسبيها في كل شيء، في الماديات، في الأولاد، في الزوج، في النفس، في الشغل، في البيت، في أي شيء إن كان. دعاء بإذن الواحد الأحد هقوله لحضراتكم، وهكتبه إن شاء الله في وصف الفيديو. هقول لحضراتكم بدري عشان حبيباتي اللي بيسيبوا الفيديو بدري وبيمشوا، مع اني والله الفيديو ده في امس الحاجة انكم تكملوا الفيديو للاخر عشان اكمل ان شاء الله باذن الله ساعات المشاهدة باذن الواحد الاحد يعني. ولكن هقوله عشان الناس اللي ايه اللي بتسيبنا وتمشي بدري. قولوا يا بنات: اللهم اقذف في قلبي رجاءك واقطع رجائي عمن سواك، حتى لا أرجو أحدا غيرك. اللهم وما ضعفت عنه قوتي وقصر عنه عملي ولم تنتهي إليه رغبتي ولم تبلغه مسألتي ولم يجر على لساني ولم يخطر على بالي مما أعطيته أحدا من الأولين والآخرين من اليقين، فخصني به يا رب العالمين. اللهم آمين. والله يا بنات دعاء ساحر، هو اكتبيه يا بنات واحفظوه واحفظوه بقلبكم واعرفوا معانيه، فهموا معانيه. والله العظيم يا بنات في ساعات يبدل الله من حال إلى حال، في ساعات بفضل هذا الدعاء الساحر. يا بنات العجوة دي بعتها لي أمي. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم إنه يبارك في عمرها يا رب وما يحرمش حد من أمه يا رب. هي بص يا بنات أي حد بيبقى جاي يمتنا هنا بتبقى عايزة تشيل البيت وتبعته لي. ربنا يا رب يبارك لي في عمرها. وده يعني العجوة هي عندنا نخلة عند أهلي نخل، والنخلة ده ليه قصة جميلة عند أهلي والله. أبي رحمة الله عليه وأبويا يا بنات كان راجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، ورغم ذلك كان يقرأ المصحف من جلدة لجلدة. والله يا بنات صحيح بالتعتعة، ولكنه كان يفهم معانيه ويقرأه يعني من واخده ليه ورد يومي ويخلصه ويرجع ويخلصه ويرجع. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجازيه خير الجزاء عنا وعن ما قدم لنا. أبويا رحمة الله عليه كان كل ما يلاقي ياكل بلحة ويلاقي طعمها حلو يزرع النوى بتاعتها عندنا قدام بيت أهلي، يعني جنينة واسعة. فسبحان الله يعني حتى كانوا انت كل ما تاكل بلحاية تزرعها، فكان يقول عشان غيرنا ياكل. ودينا اهو احنا بناكل. رحمة الله عليك يا أبي. ده المسلم، ده اللي فاهم الإسلام بقلبه، ده اللي بيحب الخير لغيره. والله العظيم أنا كنت بلعب جنبيه وأحد الأشخاص قال له الكلمة دي، بس العيل ما بينساش يعني. أنا فاكرة اللي اتقال لأبويا رحمة الله عليه. فده البلح ده اللي زرعه أبويا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته وأموات المسلمين أجمعين يا رب. يا بنات جبت له أكياس وحفظته بهذا الشكل، وده أحسن حاجة تلم بيها إيه العجوة عشان ما تتبهدلش. ودي دودة بتغسل شربات المدرسة. الله المستعان. فيا بنات الدعاء ده اجعليه في لسانك، فإنه كالسحر يعني. واظبي عليه في خلال بإذن الواحد الأحد، يعني مش هقول لك ساعات، خلينا نقول يوم واتنين، وبإذن الواحد الأحد فإنه سحر.
الولاد طبعا جاعوا في الوقت ده فانا ايه بقى، جهزت السكينة بتاعتي وقلت لا لازم اروح اقلب في التلاجة ان شاء الله ايه هتبقى في حاجة يعني سريعة هتتعمل. دي هتبقى سندوتشات على اساس ايه ان انا مش فاضية اعمل، لان ده اليوم يا بنات اللي صباح المدرسة، يعني ده السبت ان شاء الله، بكرة باذن الواحد الاحد المدرسة. فاحنا مش فاضيين، احنا قايمين بقى بدري بنشيل ونحط، وكل سنة وحضراتكم طيبين يا رب، ويعودها علينا وعليكم بخير، ويحفظ أبنائنا ويجعله يا رب عام دراسي سعيد مبهج مريح نفسيا يا ربي، لأولياء الأمور وللطلبة وللمدرسين يا رب، اللهم آمين. بص يا بنات، هو ده صدر فرخة. بس أنا كنت لقيته يعني وأنا في التلاجة وأنا بقلب فكنت فرغاه من شايلة منه العظم تقريبا، كنت ناوية أعمله لانشون، ولكن طبعا مفيش وقت إيه للكماليات. وطبعا يا بنات أنا بالنسبة لسندوتشات المدارس أنا بعمل أبسط حاجة يعني. يمكن أنا بفرح عيالي بالمخبوزات اللي بعملها في الفرن وهتشوفوا دلوقتي، لكن إني مثلا أشتري حاجة مخصوصة عشان تميز أولادي عن حد تاني في المدرسة وكده، لا لا لا، اي حاجه بسيطه، ولما يجي يبقى ياكل بقى نبقى عاملين طبخين وعاملين اكل وياكل زي ما احنا عايزين. لكن في المدرسه بقدر يعني على اقل حاجه موجوده، هي بس اللي بتفرحهم ان انا بعمل لهم مخبوزات. بس بحشي المخبوزات يا جبنه يا عجوه يا حلاوه يا اي حاجه، يعني حاجات بسيطه جدا. بس فاللهم صل على النبي. ده صدر فرخه وبتشوحيه، طبعا ده دهن يا بنات اللي هو عامله مكعبات عندي ده، وبصل مقطع، تدبلي عليه البصلة وبعد كده الفلفل وبعد كده التوم. طبعا المفروض يبقى فيه طماطم برضو تتقطع وتتحط، بس انا ما لقيتش طماطم اسكت ابدا. رحت جبت ايه يا حبايبي، جبت اللي هي الطماطم اللي انا مصلصاها كمعلقتين صلصة كده، والله وظبطت الدنيا وكان طعمها جميل. وكلنا سندوتش، ده احنا حتى قعدنا عليها لاخر الليل. الله المستعان، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. التوم يا بنات اساسي دخلوه للولاد في الاكلات. التوم مضاد حيوي ومفيد واحسن من الاكل، الحاجات اللي بياكلوها من بره الشيبسيات والحاجات دي لا. هعمل لكم شيبس باذن الله سهل جدا، من اي بطاطس هتعملي بيها شيبس ان شاء الله باذن الواحد الاحد. واتغدوا الولاد والحمد لله على كل حال. ايه بقى يا ست كل الكرب اللي كان عندك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. والله يا بنات الاسبوع الماضي يعني كان من أصعب الأسابيع اللي مرت عليا في حياتي. آه، أول شيء يا بنات أنا لا أحلم أبدا، يعني أنا بنام ما بحلمش، هو حلم كل سنة مرة، يعني ما ماليش في الأحلام والكلام ده. وأول مرة الأسبوع الماضي يستلمني من أول الأسبوع إلى آخر الأسبوع نفس الحلم، نفس الحلم مزعج جدا ومخيف جدا، ألم رهيب في أسفل ظهري، يعني كنت بص وبتوسل إن حد يجرني كده، يشيلني من تحت باطي كده ويجرني يوديني للمكان. أسأل الله العفو والعافية يا رب. دي حاجات كده بدلعكم يعني بقى، بعمل خيوط جنب إيدي وكده، الله المستعان. فهقولها تاني، ألم أسفل ظهري، كوابيس ونفس الكابوس، نفس الكابوس يتكرر لدرجة إني بقيت أخاف أنام، يعني كل ما أنام يجيني نفس الحلم الوحش ده. الله المستعان. الله المستعان. إن قفلت عيني عشان أرتاح كده قبل ما أنام مثلا، لأن أنا بقيت أخاف أنام، فأقفل عيني كده أشباح، أتخيل لي أشباح، تشتت في الفكر، يعني ارتباك، خوف، يعني تحسي ان في شيء وكأنه شيء يعني يوسوس لك فيه حاجة حاصلة، في حاجة حاصلة. لا بصي ما خلتش بقى والله لا غريب ولا قريب كله يعني كل اللي يا الله المستعان، كل اللي اختلطت بيهم الأسبوع ده للأسف يعني نالهم من الحب جانب، وأسأل الله أن يغفر لي. ولكن لما المسلم يعني والله ما تركنا الله في أزمة قط، الحمد لله فضل من الله ونعمة. فقعدت مع نفسي كده يا بنات ولقيت الموضوع يعني مش طبيعي، حتى القناة مش قادرة أعمل عليها حاجة، الفيديوهات كانت زي ما حضراتكم شفتوا، يعني مستوى يعني لا يرقى لحضراتكم. دي يا بنات المنظمات اللي قلت لكم عليها. ازايز البيبسي الفاضي يا بنات والله العظيم عملية جدا،
أنا طبعا لأن هنا هحتاج كمية كبيرة فقلت لكم بلاش إيه، لكن لو هتحطي على بضاية على حاجة هتنزل معاكي زي العسل، لو هتحطي حاجة بسيطة هتنزل معاكي زي العسل برضو، يعني فيها فتحات كده، عملت لها 4 فتحات وجميلة جدا. كلهم لون واحد أبيض، ما خليتش إلا السكر بس لونه أخضر عشان ما أحطش ملح مكان سكر أو سكر مكان ملح. الله المستعان. فكرة ربما تنفع حد، لأن أنا بصراحة اتخنقت من موضوع المنظمات يا بنات. الموضوع المنظمات بتاع التوابل والكلام ده. أنا مثلا الولاد بياخد الحاجة يحطوها جنب على ما تشم السخونة تروح معوجة ملوحة معمولة. بص الشطة نزلت بمنتهى السلاسة، ولا شمينا ولا اتبهدلنا ولا أي حاجة ولا اتكبت ولا أي حاجة خالص، الحمد لله. دي فكرة ربما حد يستفاد منها. فقلت لكم يا بنات كان أسبوع صعب جدا، فقلت لأ ما ينفعش، هو الواحد هيسيب نفسه وخير راقي للواحد نفسه. فقلت لأ، ده أنا أقعد على نفسي بقى كده وأشوف إيه الدنيا. رحت كتبت إني أنا فيا كذا وكذا وكذا، وقاعدة أقلب في يشاء السميع العليم إن يجي قدامي مقطع لشريف عبد الله، الشيخ شريف عبد الله صلى الله أن يبارك في عمره، وكان بيتكلم عن الحسد، وقال إن أي عرض من الأعراض، في أعراض تاني طبعا أنا أخجل إني أذكرها، يعني أي عرض من الأعراض دي يأتيكي اعرفي إن هو يا سحر يا عين، ونحن مسلمين، نحن مؤمنون بالسحر ومؤمنون بالحسد. فطبعا جهزت ايه الرقية وأي دروب يا بنات في الحياة وتحسوا إن في حاجة، في عطل، في حاجة معينة، بصوا شوفوا للمنبه بتاعنا والتايمر بتاعنا اللي هو الصلاة. الصلاة يا بنات، الصلاة في وقتها دي حاجة. أول ما يأذن المؤذن اقفلي البوتاجاز وسيبي اللي على النار يغلي ولا ما يغليش ولا يطبخ ولا ما يطبخش، واقفلي عليه وروحي صلي. روحي صلي فرضك. فالصلاة يا بنات حصن ليكي انتي، هي الحصن الحصين ليكي انتي، ده شيء. ده ايد محمد بيحب الطبخ. دي أول شيء الصلاة. تاني شيء يا حبايبي أذكار الصباح والمساء يا بنات، هذا ما يفرقنا عن غيرنا. المسلم الناصح الشاطر يواظب على العلاج النبوي اللي اداهولنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذكار خفيفة نزليها على الموبايل ودومي عليها صباحا ومساء. يبقى دي أول شيء، آه، أذكار الصلاة في وقتها، وأذكار الصباح والمساء. وإيه الحاجة اللي تلمسي فيها سرعة الفرج وإن ربنا ينقذك مما أنت فيه؟ ركعتين في جوف الليل قبل الفجر. ركعتين في جوف الليل قبل الفجر اللي هو قيام الليل يا بنات. هذا سحر، سحر أقسم بالله يا بنات. ربنا بفضل الله يعني رفع عني ما أنا فيه، الحمد لله بنام الحمد لله مطمئنة الآن. الأسبوع الماضي ما كنتش بنام، كنت مرتبكة، خايفة، شاكة في كل الناس حتى في أولادي، الله المستعان. يتراءى لي أشياء ربما يكون، أنا حبيت أقول كده، ربما يكون حد مثلي. أنا أهملت، والله ما أهملتش بالشكل يعني اللي وصل لحضراتكم، ولكن أهملت في الأذكار، أذكار الصباح والمساء. يعني هي الحصن الحصين للمسلم، زائد الدعاء اللي قلته في الأول، كنت مواظبة عليه وفي لساني دائما حتى وأنا متعبة، إلى أن أتى الفرج بفضل الله عز وجل. يا رب يا بنات تكونوا استفدتوا بالنقطة دي، ودي يا بنات الحاجة اللي أنا حابة أقول لكم عليها. وفي تعليق من أحد حبيباتي اللي قالت يعني إن أنا مكروبة من زوج أو كده، لا لا والله، يعني زوجي أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك في عمره. يا بنات أنا ما قلتلوش على موضوع القناة، مش إن أنا يعني إن هو هيعارض هو عنده ما يشغله، يعني عنده مشغوليات وعنده مسؤوليات وعنده يعني عنده شيلة ليلة كبيرة عن اللي أنا عن حلمي ده وعن تحقيق حلمي، دي حاجتي يعني، دي إيه، دي حاجة تخصني. فما كنتش عاوزة أي أشغل حد فيها يعني، أو أشغل حد بيها. الله المستعان. بص يا حبيباتي، موضوع سندوتشات المدارس يا قلبي، أو يعني أي حاجة هتعمليها للولاد من إيدك أنت أفضل من إنك تشري. يعني على سبيل المثال أنا لو حبيت أشتري فينو من مخبز عشان الولاد رايحين المدرسة، هجيب بكام الصبح؟
مبلغ وقدره. لكن دول طبقين دقيق يا بنات، انا معرفش الطبق تقريبا ربع كيلو تقريبا كده ونص كيلو، الله اعلم. يعني دول معرفش قد ايه والله بالظبط، ولكن هم طبقين دقيق من الطبق اللي شفتوه. تنخليهم كويس، وعليهم شوية ملح، شوية سكر، خميرة، نص معلقة بيكنج باودر، فيه ما فيش. ويا ستي تعجني بلبن اوكي، تعجني بمية عادي مش هتقول لأ. والعجين يا بنات بتحب اللي يخدمها، يعني كل ما تخدمي العجين تاخدي منها، وايدك هي الميزان. يعني انت ما تقدريش اقول لك عجينه طريقه، انا العجينه بالنسبه لي تبقى سلسه وكده وسفنجه زي السفنجه كده. بصي، واي عجينه طارت منك فهي حلها الزيت، لازم تحطي لها زيت. لكن والوصفه دي يا بنات انا بحط لها شويه زيت بساط جدا، هتشوفوهم دلوقتي. هفضل اعجن فيها كده واقطعها قطع صغيرة، وهسيبها ترتاح خالص، هلاقيها خمرت. وهفردها بطريقة بسيطة جدا، وهتحشيها اللي موجود عندك. اللي موجود عندك هتطيبيها في البوتاجاز، على البوتاجاز من فوق على صينية كده زي ما انا عملت الرقاق مرة، عادي هتبقى زي الفل. هتطيبيها على الفرن، ده الافضل في العجينة دي. ليه؟ لان فيها خميرة. عارفة لو ما فيهاش خميرة انا كان عملتها على البوتاجاز من فوق، كان وفرت الفرن. لكن دي فيها خميرة، فالخميرة محتاجة نار قوية. فأنا خفت بصراحة، يعني خفت أبوظ العجينات، فقلت لا يا بنتي إيه، نشغل الفرن، وشغلناه. والحمد لله عملنا أحلى سندوتشات للولاد محشية عجو، وتحشيها اللي انت عايزاه بقى. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. فضلا يا بنات وليس أمرا، ارفعوا معايا الفيديو إن شاء الله عشان أكمل ساعات المشاهدة، ولايك وشير، ويعني وحبيباتي الجداد لو عجبكم الفيديو أتمنى الاشتراك في القناة ودعم القناة، ودعوة حلوة ولكم بالمثل إن شاء الله. بكمل يا بنات في العجين، بس عايزة أحكي لكم عن عظمة الإسلام اللي خص بيها المرأة. يعني الشيخ الشعراوي أحد الإنجليز سأله، قال له انتوا عندكم يا مسلمين مش المرأة مش بتسلم على كل الناس، لكن احنا عندنا المرأة بتسلم على كل الناس. فرد الشيخ الشعراوي رد ذكي وقال له هل الملكة عندكم مسموح لكل الناس تسلم عليها؟ فقال له لا، في 7 أصناف بس من النساء، من عامة من الناس يعني اللي هم بيسلموا على الملكة. قال له واحنا عندنا 12 صنف بس هم اللي بيسلموا على المرأة، مسموح ليهم يسلموا على المرأة، والباقي ليها زي عامة الشعب كده ما ينفعش يسلم عليها. مين هم؟ طبعا معروفين، الأب والأخ والابن والزوج وابن الأخ وابن الأخت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحما برضه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والخال والعم. يعني عظمة الإسلام، يعني جعل المرأة بالذات كجوهرة، يعني كجوهرة نفيسة، مش أي حد يجرؤ يسلم عليها، مش أي حد يجرؤ يتكلم معاها. وضع حدود. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدنا رسول الله. أنا يا بنات دلوقتي عجنت العجينة، والله ما خدتش حتى ساعة. أنا قلت أريح شوية، ولما إيه بقى آخر الليلة بقى أقوم أعملها، لقيت الولاد بيقولوا يا ماما ده المخبوزات اللي انت عاملاها دي خمرت. فقمت بقى فرديها يا بنات بإيدك، بس هي بس شوية زيت بتبلي بيها إيدك، وبتبلي بيها الصينية اللي انت بتفردي عليها، وتحطي فيها الحشو اللي انت عاوزاه، أي حشوة هتظبط معاكي. نرجع يا بنات لمرجوعنا. فعظمة الإسلام إن هو حدد قيمة للمرأة، بس إحنا لو مش واثقين في ديننا كويس، الناس بتدخل لنا بقى من الحتة دي بتعتبرها قيود، لكن هي يعني حماية للمرأة، وصول للمرأة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يديم علينا نعمة الإسلام يا ربي، وأن يبارك لنا في أبنائنا وأوقاتنا. هتشوفوا يا بنات أنا سويتها على الفرن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما خدتش بالظبط، يعني مش بتاخد، يعني عينك على الفرن. انا ما اقدرش اقول لك على تسويه بوتاجازي انه فرني انا مختلف عن فرنك، بس انت في المخبوزات عامه اول ما بتدخل النار بتبقى محتاجه نار عاليه، وبعد كده بتهدي عليها.
لو أنتِ منتبهة ليها على طول مش هتهدّي ولا حاجة، هتحاولي تغيّري مكانها من فوق لتحت، من فوق لتحت، وإن شاء الله ربنا إن شاء الله يعني تبقى حاجة حلوة هتعجبِك بإذن الله، وهو تغيير للولاد يعني. طبعًا يا بنات برضه أنا باحط لهم العيش البلدي برضه، يعني مش كل الأوقات كده وهاعمل لكم حشوات باعمل بيها إيه، العيش البلدي بحيث يبقى كويس يعني والولاد ياكلوه. لازم يا بنات نعوّد الولاد على الرضا بالموجود يعني، يعني ده حدودي، دي إمكانياتي، لازم ابني يرضى بيها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ونوصّل له فكرة إن غيرنا مش لاقي يعني. وده بالحوار يا بنات وبالراحة، وبإنِّك تشيّلي الولد معاكِ المسؤولية زيِّك زيه، فالله المستعان يعني. أتذكّر مرّة الولاد كانوا في بعضهم يعني في صنف ما بيحبّوهوش، وأنا مش موجودة عندي إلا هذا الصنف، كلّمتهم إحنا هنحُط بقى ناكل وكده، وده قعدوا على جنب، لأ إحنا مش بناكل ده. ليه يا بابا؟ طيب أعمله لكم، ده هاحُط عليه مش عارفة شوية إيه، طب هاضبّطه لكم مش عارفة إيه، قالوا لأ. المهم أنا في عادتي اللي ما بياكلش باخلّي له شوية لحد ما يراجع رأيه، المهم إيه، برضه مصرّين على رأيهم. ما كلوش، رُحت أخدت الأكل عشان نغسل المواعين وكده، ويعني هو بس أنتِ اللي فِض منِّك يا بنات، والله العظيم بس تطلعي على أول الشارع كده، هتلاقي صاحب النصيب موجود، غلّفي الأكل بشكل حلو كده، وهتلاقي حد هتلاقيه يستحق الأكل ده، اتفضل يا عم كُل ألف هنا وشفا. وسِبتهم بقى، ما فيش مش موجود إلا هو، يقعدوا بقى إيه، يقلّبوا إيه، هياكلوا إيه، هيعملوا إيه، يا ريتنا كَلنا مش عارفة إيه، فضلوا صابرين شوية وبعد كده الآهات مش عصافير بطن دي، يعني حيتان البطن اشتغلت، قُلت لهم والله الموجود، هو ما فيش بقى خلاص هو الغدا كده خلاص أنتم مش بتاكلوه أنتم حُرّين، فأنتم ما رضيتوش وده الموجود عندي. فموجود إيه بقى يا ماما؟ لا يا ماما، قُلت لهم: "ما فيش إلا طبق فول باقي من الفطار، عايزين تاكلوه كلوه، مش هتاكلوه أنتم حرين." المهم الولاد حبايبي إيه، واحد عايز يقول لأ، والتاني بَص فيه وقال له: "اسكت، اسكت أحسن تاخده." وأدينا خبزنا المخبوزات بتاعتنا يا بنات، والله تحفة وجميلة، ولو وصلتوا معايا لحد هنا برجاء يا بنات دعم القناة، ودعوة حلوة ولكم بالمثل، وادعوا لنا، ادعوا لنا يا حبايبي. ادعوا لنا عشان ربنا يقوينا كده ونوصل رسالتنا على خير يا رب. ولحد هنا لا نقول وداعا يا حبيباتي ولكن نقول إلى لقاء. الله أكبر الله أعظم. لا نقول وداعا ولكن نقول إلى لقاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة لا تعد ولا ترد ولا يعلم بفضائلها أحد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تغنينا بها عن سائر خلقك أجمعين يا رب.